ازاي تنجز في العالم المجنون اللي احنا عايشين فيه ده؟ بجد مش انا لوحدي اكيد اللي حاسس الاحساس ده. كل البشر حاسين ان فعلا الظروف مختلة قوي من بعد 2019 نقدر نقول، او فيما قبل. الاجيال كل جيل باصص لها نظرة مختلفة، هتلاقي جيل بيسلم جيل، الجيل ده بايظ والجيل اللي بعديه بايظ والجيل اللي بعديه بايظ الى اخره بقى. انا هقول لك حاجة تصدمك: النجاح في الجيل ده او في الزمن ده اسهل من الزمن اللي فات. ليه بقى؟ هقنعك. دلوقتي هديك مثال. مثلا انت دلوقتي في سباق، انت مع السباق ده قدامك متسابقين ضعاف، فانت باقل مجهود هتبذله هتسبقهم. انما انت لو في سباق مع ناس فعلا قوية ومركزة، ناس من الاخر مستوى ممتاز، فانت محتاج تعمل مجهود جبار عشان تسبقهم وتكسبهم. معنى كلامي ايه؟ ان احنا في الزمن ده لو جيت تقارن هتلاقي ان شوية بيكسل شوية بيخستع. ها فمن الاخر كده انت عايش في زمن اغلبه ناس كسلة، فانت باقل مجهود هتعرف تسبقهم. اقل مجهود في ايه؟ بحاجتين اتنين، بجد صفتين اتنين لو فيك، انا اكد لك واي حد تاني ياكد لك ان انت هتنجح السنة دي السنة الجاية. بمناسبة النجاح، فالنجاح ليه كذا تعريف، النجاح متغير جدا. يعني هتلاقي واحد بيقول لك انا النجاح بالنسبه لي يبقى عندي 100,000 جنيه في خلال سنه، ده نجاح بالنسبه له. انا بالنسبه لي عايز النجاح ان انا اختم القران الكريم في خلال سنه، ده نجاح. فالنجاح متغير وكله بيوصل للاخر لهدف سامي او غير سامي، بس الفكره تكمن في الصفتين دول هتكون مشتركه في اي هدف. بص، اول صفه وهي الانضباط، وتاني صفه التركيز. هتقولي ما الكلام واضح. طيب انت هتشرح ايه مختلف؟ ما كلنا عارفين الانضباط والتركيز وكلنا بنسمع الكلام ده وبنطنشه في الاخر. لا، هقول لك خطوات عمليه تعملها علشان فعلا تبقى منضبط وتبقى مركز على الاهداف بتاعتك وتعرف تحققها في وقت قياسي. فعلشان تبقى منضبط ليك 3 خطوات عمليه، وانا اؤكد لك هتبقى بني ادم منضبط لو مشيت عليهم. وعلى فكره لو انت بصيت في حياتك الشخصيه هتلاقي الناس المنضبطين عددهم قليل قوي. يعني انا في حياتي ممكن اعرف بني ادم واحد بس منضبط. الصفات بتاعة الانضباط: هو فعلا بني ادم لاغي مشاعره في الظروف. مثلا انا عندي شغل ومسؤول عن ناس معينة ومسؤول عن اسرة وبيت ايا يكن، هروح برضو الشغل. ودي برضو الانضباط ومسؤولية في نفس الوقت، ده موضوع وده موضوع تاني. بس ازاي تبقى منضبط؟ 3 خطوات. اول خطوة تكتب الاهداف اللي انت عايزها. انا مثلا هدي المثال على الجيم، تمام؟ انا عايز اروح جيم وعايز انضبط بيه وعايز اوصل لحاجه معينه، والجسم المعين ده الهدف بتاعي، ولما احققه ابقى كده نجحت. تمام؟ ده التعريف بتاعي للنجاح. نجاح في الجسد بايه الطريقه؟ بالجيم. فانا هكتب مثلا 100 سبب انا ليه عايز اروح الجيم: عشان احسن من صحتي، عشان ابقى كذا، عشان ابقى كذا. اكتب كل الاسباب اللي في بالي من غير الاسباب المجتمعيه، من غير نظره الناس، عشان اكون انا مقتنع من جوايا. تاني خطوه ان انا ابدا خطوات صغيره متدرجه. يعني اروح في الاول كده يوم العب باوزان خفيفه، بعدين ازود ادرج والعب باوزان بعد كده كويسه، وبعدين اتقل واتقل. بس ما ينفعش ابدا على طول بوزن تقيل. ليه؟ هتمزق، وده اللي هيخليك تنتكس لو انت بدات روتين صعب عليك وتقيل علشان توصل للهدف بتاعك. ابدا متدرج، درج. ذاكر ساعه، بعدها بشهر ذاكر ساعه ونص، ذاكر ساعتين. طور من نفسك ودرب كل شويه، مش هقولك ما تقفش مكانك، بس ما تبداش عالي قوي. تالت خطوه علشان تبقى منضبط هي ان انت الغي مشاعرك. يا سيادة الاي ام تي جي، يا سيادة المهندس، انت لازم تلغي مشاعرك. انا اسف لحضرتك جدا، بس انت عمرك ما هتبقى منضبط لو انت ماشي ورا مشاعرك وورا مزاجك. بس كده انتهى الامر. الغي مشاعرك، انتظم 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 في الوقت، اكتب الاهداف وما تكسلش. وكمان اخر حاجة، درج او تدرج في الخطوات والمهام بتاعتك. بس انت كده بني ادم منضبط. بالنسبة لنقطة التركيز اللي هي نقطة مختلفة عن الانضباط، وان معلومة لازم تكون عارفها: مفيش حاجة اسمها مالتي تاسكينج. انتهى الامر. برضو انتهى النقاش، ما ينفعش تفتح نقطة تانية. علميا عمليا مفيش مالتي تاسكينج نهائي. البني ادم اللي يقول لك انا بعمل مالتي تاسكينج، انا بعرف اعمل مهام كتير في نفس الوقت، ده هو ممكن يكون فاهم غلط. ليه؟ لان في حاجة اسمها سويتش تاسكينج. تمام؟ السويتش ده بيعمل ايه؟ مخك مثلا لو انت سايق وبتقرا كتاب، هتلاقي مخك بيستوعب ان انت سايق، بعدين يفصل ويشوف الكتاب،
هتلاقي ده غلط. ليه؟ لان هيزود الحوادث. معنى ان هو هيزود الحوادث فانت كده بتقلل فرصتك وبتزود تشتتك في مهمه مع المهمه التانيه، فانت ولا استفدت من الكتاب ولا انت سقت عادل وفي الاخر عملت حادثه قتلت نهايه حياتك. انت عايز ايه يا عم؟ فمن الاخر كده بلاش مالتي تاسكينج او سويتش تاسكينج. من الاخر كده ركز في مهمه واحده، ولما تركز في المهمه واحده دي هتبقى شبه اشعه الليزر. الليزر قوي بس مش شبه اللمبه. اللمبه بتوزع اضاءتها حوالين الاوضه، لكن الليزر بيركز في نقطه واحده، وتركيزه على النقطه الواحده دي بيحرق، يعني ممكن يولع في الحاجه مثلا، وهتبقى قوتك نفس قوه الليزر. فمش بيقول لك فوكس لايك ليزر ساعات برضه، فاهم؟ بس فيا ريت يكون عجبك فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ولو محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتس. الاكونت بتاع الانستا موجود في الديسكربشن والتيك توك. بس سلام.